بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، أهلا أهلا وسهلا الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ أموركم هانية؟ عواشركم مبروك إن شاء الله يا ربي باش ما تمنيتو. اسمحوا لي بزاف بزاف ما حطيت لكم حتى شي فيديو. المهم اليوم جيتكم إن شاء الله يا ربي بواحد الفيديو اللي هو زوين زوين، بعجينة وحده إن شاء الله. البنات غادي نوجدوا المالح والحلو. هي اختي واحد العجينه ان شاء الله غادي تعتمديها في هذا الشهر الفضيل. ها نتوما شوفوا حضرنا منها مملحات اللي كيجيو رائعين، فطائر مالحه رائعه. وحضرنا منها بغيوش اللي كيجي عرفتي شنو البنات كي القطن. نتمنى يعجبكم. وين الريده ديالكم وندوز ان شاء الله نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. وهنا على بركه الله عندي واحد المقله اللي درت فيها، حكيت واحد جوج ديال الخيزوات. ها نتوما حكيتهم في الحكاكه رقيقه. وشلطت واحد البصله اللي تكون شويه كبيره واحد شويه. وهنايا درت جوج ديال الكورجيطات. هاد الحشوه البنات بدون لحوم، بدون سمك، كتجي ما نقولش لكم شي حاجه خطيره خطيره، لذيذه لذيذه بزاف البنات. وكتجي معلقه. نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله وتعجبكم وتنال الرضا ديالكم. وما ننساش، اللي اول مره كيصادف قناتي كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. اشتركوا معنا في القناه فضلا وليس امرا، وفعلوا داك زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله يا ربي جديد الفيديوهات. وشكرا لكم بزاف الحباب على الدعم ديالكم، الله يخطيكم عليا. كيف ما شفتوا معايا هنا البنات، زدت واحد شويه ديال الزيت النباتيه. فاش غادي نشحر ان شاء الله هاد الخضيره اللي عندي. يمكن لكم تضيفوا الفلافل، المهم فلافل الوان. زدت كي قلت لكم شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه. هي فاش شحرت هاد الخضيره اللي عندي. عاد دابا غادي نضيف التوابل. ضفت واحد شويه ديال السكنجبير، وضفت واحد شويه ديال الخرقوم معلق. غادي نضيف واحد شويه ديال التحميره اولا بابريكا. غادي نضيف واحد شويه ديال القزبر يابس مطحون. وغادي نضيف شويه ديال الابزار. وغادي نزيد واحد شويه ديال صوص ديال الصوجا اللي كتعطي لهاد الحشوه ديالنا البنات واحد المذاق خطير جدا. كيف ما شفتوا معايا زدت واحد جوج معالق تقريبا هكا كبار ديال الصوص ديال الصوجا. وغادي نزيد واحد الضامه ديال البنه ديال الدجاج. المهم اختياريه، بغيتو تضيفوها ضيفوها، ما بغيتوش بلاش. وهاد الحشوه البنات الا بغيتو تضيفوا عليها الكفته ضيفوها، بغيتو تضيفوا عليها صدر الدجاج ضيفوه. اي حاجه بغيتو تضيفوها ضيفوها. وحتى الا بغيتو تضيفوا شي علبه ديال الطون من بعد ما طيب ضيفوها، راه غادي تجي مزيانه. انا فضلت انني نديرها ديال الخضره بوحدها. صافي هنا زدت واحد راس معلقه ديال الهريسه. غادي نخلط مزيان مزيان هاد العناصر اللي عندي حتى يندمجوا ليا هاد التوابل مع هذيك الخضيره اللي عندي. وغادي نطفي ليها، نخليها على جنب. علاش سبقنا الحشوه البنات؟ باش تبرد لينا. وملي تخمر لينا العجينه ونبغيو نخدموا بها، نلقاو الحشوه ديالنا بارده. صافي كاخر مرحله غادي نزيد واحد شويه ديال الربيع والمعدنوس. صافي غادي نخلط هاد العناصر مزيان حتى يندمجوا. وهنايا من بعد ما صافي الحشوه طابت عندي، زدت واحد شويه ديال الفرماج محكوك. فرماج حمر مع شويه ديال الموتزاريلا مخلطين محكوكين، يمكن باش يعطينا واحد التعليكه لهاد الحشوه هذه. يمكن لكم تضيفوها البنات. هنا طفيو البوطه، زيدوه وطفوا البوطه على الحشوه ديالكم. يمكن لكم تضيفوا جبن مثلث، ضيفوا واحد 3 ولا 4 ديال القطع، اولا جبن مربع. هي باش يعطينا واحد التعليكه ويجمع لينا هاد الحشوه هذه مزيان. ها نتوما شوفوا. صافي هذا مكان البنات. ها هي راه طابت عندي انا، وجدت عندي الحشوه. دابا غادي نخليها ان شاء الله على جنب، وغادي ندوز معكم باش نحضروا العجين. وهنايا عندي في واحد البول واحد 800 غرام ديال الدقيق. طبعا الدقيق ديال الفورص. غادي نزيد عليها واحد المعلقه ديال خميره ديال العجينه، خميره فوريه ديال العجينه.
معلقه هكا ما عمرش بزاف لان دابا راه سخون اللحم. غادي نضيف الملحه، معلقه حتى هي صغيره ما عمراش. وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال السكر. هنا انا عندي المعلقه صغيره، داكشي علاش ضفت جوج. وغادي نضيف واحد نصف علبه ديال ياغورت طبيعي. اللي ما عنده ياغورت طبيعي غادي يبدلو يا اما بثلاثه د المعالق ديال الحليب غبره الا كان توفر عنده، والا ما كانش عندكم غادي ديروا واحد كاس ديال الحليب، غتدفيوه وغادي تخلطوا به العجين، واللي بقى غادي تضيفوه ديال الماء. صافي غادي نضيف واحد جوج معالق كبار ديال الزيت النباتيه، يمكن لكم تعوضوها بالزبده. صافي غادي نخلط هاد العناصر مزيان وغادي نعجن بالماء اللي يكون دافي، ماشي سخون غير دافي واحد شويه. صافي غادي نجمع به هاد العجينه هادي ديالي وغادي ندلكها واحد شويه، ضروري انكم تدلكوها غير واحد 5 دقائق هكاك. من بعد ما تجمعوها دلكوها واحد 5 ديال الدقائق باش تجينا العجينه ديالنا رطبه وخفيفه. ها نتوما البنات، وما تكثروش ليها الماء، خليوها شويه كتلتصق باليدين. ها نتوما شوفوا القوام ديالها من بعد ما دلكتها راه كتلصق في اليدين. صافي غادي نخليها، نغطي عليها ونخليها حتى تخمر. ضروري انكم تخلوا العجينه ديالكم تخمر. هنا من بعد ما خمرت عندي العجينه غنعاود ننزل منها الهواء كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نحطها فوق سطح العمل وغادي نشكل منها كويرات اللي غادي نخدم بهم ان شاء الله المالح والحلو في نفس الوقت. صافي غادي ننزلها ونشكل منها كويرات وانتم معايا. صافي البنات من بعد ما شكلت منها كويرات كيف ما شفتوا معايا، كنبدا كنخدم هادو الفطائر المالحه، كنبدا نخدمهم على الطول بالاستعانه ديال الدلك، او يمكن لكم تبسطوهم غير بيديكم. راه العجينه تبارك الله ما شاء الله راه كتعطي الطوع مدلوكه مزيان. صافي غادي ندير الحشوه كي شفتوا معايا راه درتهم على شكل طولي. غندير الحشوه، المهم كنكثر شويه الحشوه باش ما تجيناش العجينه غالبه على الحشوه. كيف ما شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو ملي حليتهم معكم العجينه راه كتجي رقيقه ورطبه رطبه يا البنات. صافي غنسدهم على هذا الشكل، قرصوا العجينه البنات مزيان. صافي على هذا الشكل هذا، وغادي نحطهم في المنيدل اللي كاين حدايا تما حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. عاد ندوز ان شاء الله باش نبدا نطيبهم في الاله ديال البانيني. صافي غنعاود معكم واحد الوحيده ولا جوج وندوزو ان شاء الله باش نطيبوهم. صافي البنات هنا من بعد ما درت البانيني سخنات كندهنها هكا بشويه ديال الزيت من الفوق هكا ومن التحت، وكندير الفطائر ديالي الطيب. راه دغيا دغيا تيوجدوا البنات وتيجوا لذاد بزاف بزاف ما نقولش لكم. انا كتهز ليا 3. صافي غنسد عليها وغادي نخليها راه واحد 2 دقائق دغيا صافي كيكونوا طابوا. هانتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله تيجيو محمرين. هانتوما وخفاف يا البنات ولذاد لذاد لذاد بزاف. نتمنى انكم تجربوهم، فعلا يستحقون التجربه، غادي ينفعوكم في هذا الشهر الفاضل. صافي غنكملوا هكا بالطياب وندوز ان شاء الله باش نحضر معكم اللي بغيوش الحلوين.
هنا عندي كويرات ديال العجينه اللي بقاو عندي، كندير هكا فيهم من الوسط شويه ديال الشوكولاط. يمكن لكم تستعملوا الشوكولاط ديال الدهن، انا استعملت هذا المربع. صافي كندير هذيك القطعه في الوسط وكنسد عليه وكنستفهم في الطاوه. صافي البنات، هنا من بعد ما كملتهم ستفتهم في الطاوه. هانتوما ضروري كنضغط عليهم هاد الضغيطه هكا باش كيزيدوا يخمروا ويتنفخوا، كيجيو هما هادوك، لان باقي غادي نزينوهم من الفوق باش يشد عليهم هكا داك التزيين اللي غنديروا ليهم. صافي هنا طربت واحد البيضه كيف ما شفتوا معايا، غادي ندهنهم بيضه كامله، غندهنهم كلهم. وغادي نجيب ان شاء الله اللوز ايفيلي هو اللي غادي نزين به البنات. المهم التزيين تيبقى اختياري، دهنوا بالبيض. بغيتو تخليوهم في هذه المرحله غير هكا خليوهم، بغيتو ديروا عندكم كاوكاو كومكاسي ديروه، عندكم اللوز كي درت انايا ايفيلي اولا مهرمش ديروه. المهم اللي عندكم زينوا به، تزينوا بالجنجلان زينوا. التزيين تيبقى اختياري، وداكشي اللي متوفر عند كل وحده فينا في الدار. صافي هانتوما غادي ندير انايا شويه ديال اللوز ايفيلي وغادي نضغط عليه واحد شويه باش يشد لينا فوق هذا البغيوش ديالنا. صافي غادي نكمل على هذه الطريقه هذه، وغادي نخليهم يزيدوا يختمروا واحد شويه. البنات ضروري تخليهم يختمروا واحد شويه، عاد دخلوهم طيبوهم الفران مشعل من التحت ومن الفوق، راه دغيا دغيا كيطيبوا وكيوجدوا معنا دغيا دغيا. هانتوما وغادي نتلاقاو ان شاء الله ملي غنزينوهم. وصافي هنا البنات من بعد ما خرجناهم من الفران كنجيب شويه ديال السكر كلاصي كنزينو هكا من الفوق، رشيشه هكا من الفوق. وعندي انا الصوص ديال الشوكولات غادي ندير هكا خطوط من الفوق. نتوما عندكم ديروهم، ما عندكم غادي تذوبوا غير واحد جوج قطع ديال الشوكولات ولا ثلاثه وغادي تزينوا بهم. كي قلت لكم التزيين راه تيبقى اختياري، اولا غادي ديروا شويه ديال الناباج من الفوق غادي يكون بغي هذاك البريون فيهم، وترشوهم بشويه ديال الكوك. المهم التزيين تيبقى اختياري كل وحده والابداع ديالها، كل وحده كيفاش تشهد انها تشوفهم اولا تاكلهم. وصافي هادو هما الشهيوات اللي وجدت معكم اليوم. هادو الفطائر البنات انتم حليتهم معكم، تيجيو رائعين رائعين بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله وتنجحوا فيهم ويعجبوكم وتعاودوهم ان شاء الله يا ربي بالصحه والهنا ليكم ولوليداتكم يا ربي. وهادو البغيوش حتى هو اللي صوبت معكم تيجوا خفاف بزاف البنات وقطنين من الداخل. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وينال الرضا ديالكم. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه. الله لقينا يا ربي في فيديو جديد ان شاء الله الى بقى العمر، واستودعكم الله وشكرا والسلام عليكم.